في 1/1/1968 ولد هايل بوزيد في مجدل شمس. لما صار عمره 14 سنة ب 82 انضم هايل للنشاط الوطني النضالي بالجولان بعد محاولة فرض الجنسية على السكان. لمدة 3 سنين نظم وقاد خلية مقاومة محلية. 1985 داهمت قوات الاحتلال بيته واعتقلته مع باقي رفاق الخلية. تم المماطلة بالمحكمة لمدة سنة من أجل محاكمته كبالغ ومش كابن 17 سنة. ب 20/5/1986 أصدرت محكمة اللد العسكرية الحكم عليه بالسجن لمدة 27 سنة. خلال فترة اعتقاله عانى هايل من عدة مشاكل صحية. أولها كان التهاب حاد بالأمعاء، وبالرغم من الألم الشديد اللي كان يعاني منه رفضت إدارة السجون إخضاعه لعملية جراحية، وفقط بعد ضغط من منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة حقوق إنسان خضع هايل للعملية الجراحية في عام 1994. بس العملية فشلت نتيجة الإهمال الطبي. بعدها بدأ هايل يعاني من مشاكل بالنظر، وتكرر نفس السيناريو. عانى بمشاكل بنظره لسنين طويلة وصلت لدرجة أنه كان ممكن يفقد نظره، وإدارة السجون رفضت إخضاعه للعملية. فقط في عام 2004 وبعد ضغط من منظمة أطباء بلا حدود ومنظمات حقوق إنسان خضع هايل للعملية الجراحية. وبالرغم من أنه التقرير الطبي بيقول أنه العملية نجحت، بس خلال شهر طرأ تدهور على نظره، والأطباء وكادر الطبي بالسجون ما حاولش يعمل ولا أي شيء لوقف هذا التدهور أو لفهم أسبابه. خلال إحدى الفحوصات بعد العملية تبين أنه هايل بيعاني من اضطراب بدقات القلب تضخم بالشريان الرئيسي. بس سياسة الإهمال الطبي كانت كمان مرة سيدة الموقف، وتم تجاهل الموضوع تماما. في 5/12/2004 وبعد أسبوع كامل عانى فيه هايل عجز تام عن الحركة وضعف، وبعد فشل كل المحاولات لتقديم طلب لكشفه على طبيب أو لنقله لمستشفى من قبله ومن قبل رفاقه بالسجن، أغمي على هايل بالزنزانة، مما اضطر إدارة السجون لنقله لمستشفى رمبم في حيفا. في مستشفى رمبم في حيفا تم تشخيص هايل باللوكيميا، سرطان الدم، بمراحل متقدمة جدا. خلال فترة مكوثه في مستشفى رمبم رفضت إدارة السجون نزع القيود عن إيديه وإجريه، ولمدة نصف شهر تلقى علاج كيماوي وهو مكلبش لسرير. بتاريخ 20/12/2004 استطاع المحامين انتزاع قرار الإفراج عن هايل نتيجة لظروفه الصحية. لمدة 6 أشهر حارب هايل المرض. بالأشهر الأخيرة من مرضه كان هايل ينام لأيام، كان يفوت لشبه غيبوبة. بالمرة الأخيرة اللي فتح عيونه طلع بكل اللي بالغرفة وحكى جملة وحدة، قال تتركونش هونيك، ونام. بتاريخ 7/7/2005 الساعة 3 استشهد هايل. خالي هايل مات نتيجة إهمال طبي دام 20 سنة. حاليا في 1700 أسير مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. إحدى أبرز مطالبهم هو إنهاء سياسة الإهمال الطبي. تعالوا ما نتركهنش هونيك، أو على القليلة تعالوا ما نتركهنش لحالهم. بدنا أسرانا أحرار مش شهداء.